بحب الشغل آخر النهار طول عمري. ما بحبش أشتغل الصبح ولا بحب أصحى الصبح بدري. بحب أنام براحتي وأقوم براحتي، وده خلاني من ساعة ما اشتغلت في الصيدلية بتاعت الدكتور محجوب بشتغل الفترة المسائية. بقوم براحتي وافطر واشرب سيجارتي وانزل وانا لابس اشيك هدوم عندي ومعايا البلطو الابيض النضيف. منظر الدكتور مننا لازم يكون كويس وفي احسن حال قدام زباين الصيدلية، وعشان كده الدكتور محجوب صاحب الصيدلية فرحان بيا وبشكلي. بدخل من اول الشارع اللي فيه الصيدلية بسلم على الناس كلها، الواد ميشو بتاع الفول، والاسطى ابراهيم الميكانيكي، والحاج صابر بتاع السوبر ماركت، وبدخل على الصيدلية على طول. اول ما دخلت الصيدلية النهاردة دق قلبي واتشقلب كل كياني. نشف ريقي لما لمحت مدام احسان مرات الدكتور محجوب صاحب الصيدلية قاعدة جوه ورا المكتب. برقت بعينيا لما لقيت عينيها متعلقة على الباب، أكيد مستنياني. اتنهيت بصيت في الأرض ورفعت مدام إحسان عينيها ناحيتي، عدلت نضارتها فوق عينيها وقالت في غضب: حمد لله على السلامة يا دكتور أشرف، متأخر النهاردة يعني. هزيت دماغي قربت منها بصيت في الأرض وقلت لها: لا مؤاخذة مدام إحسان، أصل المواصلات كانت صعبة شوية النهاردة. هزت مدام إحسان دماغها بصت لي بصة طويلة ورفعت عينيها ناحية الدكتور ممدوح. الدكتور ممدوح اللي هو ماسك الشيفت بتاع الصبح، ببدل أنا وهو. أول ما بوصل هو بيلم حاجته وبيروح على طول وأنا بستلم مكانه. بصت مدام إحسان لممدوح وقالت له: روح أنت يا ممدوح، الدكتور أشرف شرف أهو. لما ممدوح حاجته في هدوء وسلم علينا ومشي. فضلت واقف قدام مدام إحسان متجمد وأنا باصص في الأرض ما بتكلمش. دق قلبي لما لقيتها فتحت الدرج اللي قدامها وطلعت سرنجة وحقنة، حقنة الفيتامين اللي هي متعودة إنها تاخدها كل أسبوع. رسمت مدام إحسان ابتسامة على شفايفها وبصت لي بنظرة خبيثة وقالت وهي بتشاور على الباب: اقفل باب الصيدلية يا أشرف وتعالى عشان تديني الحقنة. هزيت دماغي حاولت اني ابتسم ما قدرتش. انا فاهم مدام إحسان وفاهم هي عاوزة ايه بالظبط، رغم سنها الكبير الا انها ست كلها رغبة، ست متفجرة بالأنوثة. فضلت مدام إحسان بصالي بعينيها اللي بخاف منها دايما، ولقيت نفسي غصب عني بتحرك. اتحركت ناحية باب الصيدلية، عدلت اليافطة على الباب اللي مكتوب عليها مغلق عشان الزباين تعرف ان الصيدلية مقفولة، وقفلت الباب ورجعت ناحية مدام إحسان. وقفت قدامها زي التلميذ الصغير. طلعت مدام إحسان اللبانة من بقها ورميتها جنبيها واتنهدت بنفس طويل وقامت من مكانها على المكتب من غير كلام. مشيت قدامي بجسمها المليان في الجيبة الضيقة اللي لابساها. رغم سنها الكبير منكرش ان جسمها مليان أنوثة وخبرة. اتحركت قدامي بجسمها الفاير ناحية الأوضة الصغيرة اللي في آخر الصيدلية، الأوضة اللي ورا الستارة. بنستخدم الأوضة دي على طول لما بندي لأي حد حقنة أو نعمل كوباية شاي ولا قهوة للدكتور محجوب صاحب الصيدلية جوز مدام إحسان. ومسكت مدام إحسان الحقنة في إيديها وقالت لي وهي بتشاور لي: تعالى ورايا يا أشرف. ودق قلبي اتحركت وراها وهي ماشية قدامي من غير إرادة، زي ما أكون مسحور مش قادر أتكلم. ودخلنا ورا الستارة، بقينا لوحدينا جوه الأوضة الصغيرة. كنت خايف قوي وحاسس بالإحراج زي كل مرة بدخل معاها الأوضة دي. اتنهدت مدام إحسان ودق قلبي بعنف لما ناولتني الحقنة في إيديا وعطتني مدام إحسان ظهرها. وفجأة قادت النار في كياني كله لما وطت لقدام ورفعت الجيبة بإيديها وانكشف قدامي نصها التحتاني
اللي كله خبرة، لحمها كله كان عريان قدام عينيا. حسيت بالنار بتقيد في كياني كله وهي بتنزل هدومها التحتانية، وانكشف كل جسمها قدام عينيا. برقت زي المجنون وانا ببص على نصها التحتاني العريان، واتنفضت في مكاني وهي بتقولي بكل دلع: خلي ايدك خفيفة يا اشرف المرة دي، مش زي المرة اللي فاتت، الحقنة وجعتني قوي يوميها. وهزيت دماغي، ارتبكت، مسكت الحقنة عشان افضيها في السرنجة. كان كل جسمي بيترعش، ايديا بتتنفض، وبعد معاناة فضيت الحقنة في السرنجة ووقفت مبرق ورا مدام إحسان ببحلق في نصها التحتاني العريان وهي مستنية اني اديها الحقنة. وفجأة اترعشت ودق قلبي لما سمعت صوت مدام إحسان بتشخط فيا وبتقول بغضب: ما تخلص يا أشرف واديني الحقنة بقى، انت هتتفرج عليا كتير. وميلت وانا ايديا بتترعش، حسست على جسمها بايديا وغرست سن الحقنة في جسمها في نصها التحتاني قدام العضل، وفضيت حقنة الفيتامين ورجعت بظهري لورا وانا قلبي بيدق. ونزلت مدام إحسان الجيبة على جسمها، لفت لي بوشها وبصت لي بصة طويلة وقالت: اخص عليك، الحقنة وجعتني برضو المرة دي. وفجأة دق قلبي، اتزلزل كل كياني لما قربت مني مدام إحسان. حطت دراعاتها الطرية حوالين رقبتي وقالت وهي بتقرب بشفايفها مني: جرى ايه يا أشرف، هو أنا ما وحشتكش طول المدة اللي فاتت؟ هربت بعيني من عينيها، بعدت وشي عنها وبصيت في الأرض وما اتكلمتش. حسيت بدفى جسم مدام إحسان بيقرب مني أكتر وأكتر، بتدخل في حضني بجسمها المليان وقالت: أنا عارفة إني وحشتك، عارفة يا أشرف. ومدت إيديها وابتدت تفتح زراير قميصي اللي كنت لابسه، بتقلعني هدومي. ومدت إيديها فتحت زراير البلوزة اللي هي لابساها، ابتدت تقلع هدومها هي كمان. كنت متضايق غضبان، عاوز أصرخ فيها وأقول لها بعيدي عني، لكني ما كنتش قادر. كنت عاوز أقاومها بكل طاقتي وكل قوتي، لكني برضو ما قدرتش، حاجة منعتني عن كده. ولقيت مدام إحسان واقفة عريانة قدامي بجسمها الطري اللي كله خبرة، ولقيت نفسي بضعف بين ايديها وبنفذ كل أوامرها. لقيت نفسي بغرق في بحر مدام إحسان زي كل مرة. لقيت نفسي بضيع بين ايديها، وحسيت اني بقع في بير غويط مش قادر اطلع منه. بير غويط بقع فيه كل مرة بدون ارادتي، بير اسمه مدام إحسان. مش عارف ايه اللي بيحصل لي لما بكون بين ايدين مدام إحسان. بسأل نفسي كتير، ليه قدامها ببقى ضعيف بالشكل ده؟ ليه ما بقدرش ارد عليها؟ ليه ما بقدرش اقاومها وامنعها من اللي بتعمله معايا؟ ليه ببقى عبد ذليل بين ايديها وبطوعها في كل اللي بتطلبه مني وبعمل لها كل اللي هي عاوزاه؟ تاني يوم لما رحت الشغل لقيت الدكتور محجوب موجود، وموجودة برضه مدام إحسان قاعدة ورا المكتب. بصلي الدكتور محجوب وابتسامة كبيرة على وشه، رحب بيا وقال: حمد لله على السلامة يا سي أشرف، ليا كتير ما شفتكش. ابتسمت في وش الدكتور محجوب، لمحت مدام إحسان بتبصلي بعينيها. قرب مني الدكتور محجوب وقال: مالك يا أشرف، أنا حاسس إنك متضايق شوية اليومين دول. اتنهدت في حزن، بصيت في الأرض ومرضتش أرد عليه. نفخ الدكتور محجوب وقرب مني، طبطب عليا بحنية وقال: انت حلك الجواز يا أشرف عشان تخرج من الاكتئاب اللي انت فيه ده. لازم نشوف لك عروسة حلوة تملى عليك حياتك وتفرح قلبك. لمحت مدام إحسان بتبص علينا بكل غضب، اتنفضت في مكانها من كلام الدكتور محجوب وشخطت وقالت بصوت عالي: عروسة ايه وزفت ايه، هو لاقي ياكل؟ برق الدكتور محجوب، بص لمدام إحسان وقال لها وهو بيضحك: في ايه بس يا إحسان، هو انت زعلانة كده ليه؟ ايه اللي مزعلك من جوازة أشرف أصلا؟ كان واضح قوي غضب مدام إحسان من موضوع جوازي. إحسان عاوزاني أفضل ليها هي لوحديها، أفضل عبد ذليل تحت إيديها، عشان كده غضبانة من الكلام ده. وأنا عارف كويس إنها مش هتسمح لأي إنسانة غيرها إنها تدخل حياتي وتتمتع بيا. لقيت الدكتور محجوب بيقرب مني وبيقولي: بس انت شد حيلك
وانا هساعدك على قد ما اقدر. وطبطب عليا الدكتور محجوب وقال: انت زي ابننا يا اشرف يا ابني، انا واحسان ما خلفناش وانت بدل ولادنا بالظبط. وبص الدكتور محجوب ناحية مدام احسان وقال لها وهي عمالة تطرقع باللبانة في بقها: ولا ايه يا احسان، انت مش بتعتبري اشرف زي ابنك برضه؟ برقت مدام احسان، بصت لنا احنا الاتنين بغضب وقالت للدكتور محجوب: انت مش كنت مراح؟ ايه اللي قعدك لحد دلوقتي؟ وبصت لي مدام احسان بكل غضب، عينيها كانت بتقدح شرار، وقالت لي بصوت عالي: وانت يلا ادخل شوف شغلك بلاش لكاعة. وهزيت دماغي، دخلت ورا الفاترينا بتاعت الادوية وفضلت ارص في علب الدواء، وغصب عني لقيتني بقول لنفسي بصوت واطي: بكرهك يا احسان، بكرهك. مر اسبوع بحاله، والنهارده ميعاد الحقنه بتاعت مدام احسان. اليوم ده صحيت من النوم وانا قلبي مقبوض. ايوه، كنت عارف اللي هيحصل النهارده. كنت عارف ان مدام احسان مستنياني زي كل اسبوع، مستنياني عشان تعمل فيا اللي بتعمله كل اسبوع. عاوزاني عشان تستغل شبابي وتتمتع بيا وتقلع هدومها عريانه قدامي وتخليني اعمل معاها الحاجه اللي بتخليني اكرهها واكره نفسي. وعشان كده وانا رايح الصيدليه كالعاده كنت بقدم خطوه واخر التانيه. ما كنتش عاوز اروح او اشوف مدام احسان النهارده بالذات، لكن ما باليد حيله. انا مش قد احسان ومش قد غضبها، وما اقدرش اقول لها لا ابدا. عشان كده دخلت من باب الصيدليه وانا حاسس بالخوف والغضب، ولقيت قدامي مدام احسان كالعاده قاعده على الكرسي ورا المكتب الصغير ومطلعه قدامها الحقنه والسرنجه. كانت مستنياني. اول ما شافتني بصت مدام احسان لممدوح زميلي وشاورت له وقالت: روح انت يا ممدوح، اهو اشرف وصل. هربت بعيني من عينيها، وقفت زي المارد قدامها، شوحت بوشي عنها ولقيتها بتبصلي وابتسامه خبيثه كبيره على شفايفها، وقالت: اقفل الباب بتاع الصيدليه يا اشرف عشان تديني الحقنه. وغمزت لي بعينيها، وكالعاده اتحركت بدون وعي. بكل حزن قفلت باب الصيدليه ورجعت لها تاني، وقامت هي من مكانها سبقتني وانا ماشي وراها ناحيه الاوضه الصغيره ورا الستاره، وعطتني ظهرها وميلت. دق قلبي لما رفعت هدومها ونزلت هدومها التحتانيه وقالت لي بدلع: مش هوصيك يا اشرف، بالراحه عليا المره دي. وهزيت دماغي بكل غضب، فرغت الحقنه في السرنجه وعطت لها الحقنه في العضل. وشهقت مدام احسان، اتنهجت، نزلت هدومها وبصت لي وقالت: يا متوحش، الحقنه وجعتني قوي النهارده. هزيت دماغي لما لقيتها بتبصلي بصه طويله بتقرب مني بشفايفها الدافيه. حوطت رقبتي بايديها وهي بتقول وهي بتقرب مني بجسمها الدافي: هو انت ايه اللي جرالك؟ على طول زعلان كده ومكشر يا اشرف؟ ليه ما بقتش عاوزني زي زمان؟ هزيت دماغي وانا بلمحها بتفتح زراير البلوزه اللي لابساها وبتكشف لحم صدرها. لقيتني ببص في الارض بكل انكسار وبقول لها: انا زهقت من اللي بنعمله ده يا مدام احسان. انا كرهت نفسي. انا كل ما ببص للدكتور محجوب قلبي بيتقطع وبحتقر نفسي لاني بخونه مع مراته وهو بيعاملني زي ابنه بالظبط واحسن كمان. برقت مدام احسان، مدت ايديها بغضب، فتحت لي زراير هدومي وهي بتقول: بلاش كلام فارغ، ما تضيعش علينا احسن لحظه في حياتنا بالكلام اللهبل بتاعك ده. اتنفضت وهي بتمد ايديها تدومي، بعدت عنها، بعدت ايديها عني، بصيت لها بغضب وقلت لها: هو انت ايه؟ انت شطانه ما بتشبعيش، ابعدي عني بقى، انا بكرهك. انت انسانه خاينه بتخوني جوزك الراجل الطيب، وبتقبلي يكون في اكتر من راجل في حياتك. بتقبلي انك تسلمي نفسك لراجل غريب ينتهك حرمه جسمك وينهشك بسنانه، وانت ست كبيره، عيب عليك اللي بتعمليه ده. وبرقت مدام احسان، وسعت عينيها في غضب، بصت لي والشرر بيطق من عينيها وقالت: انت نسيت نفسك ولا ايه يا حيوان؟ انت افتكرت نفسك دكتور بجد؟ انت عيل جربوع ملكش قيمه، فاشل في حياتك. انا اللي زورت لك الشهاده بتاعتك
وخلتك دكتور بالأونطة بعد ما كنت عيل فاشل مش عارف تاخد دبلوم الصنايع. وكملت إحسان كلامها زي ما تكون بتطعني بسكاكين في قلبي. كملت بكل غضب وقالت: خليت الناس تحترمك وتقولك يا دكتور ونظفتك ولبستك، وانت في الحقيقة إنسان ملكش أي لازمة. وقربت مني إحسان، بصت لي في عينيا وقالت: ما تنساش إن أقدر أدخلك السجن بشهاداتك المزورة وأوراقك اللي ما فيهاش ولا كلمة حقيقية. واتنهدت إحسان، حاولت تهدي نفسيها، اترعشت شفايفها، فكت باقي زراير بلوزتها وعرت نصها الفوقاني قدام عينيا، ومدت ايديها تحت هدومي وهي بتقول: فوق لنفسك يا أشرف وما تضيعش علينا أجمل لحظات حياتنا. ودق قلبي، اترعشت وبلعت ريقي بصعوبة وما اتكلمتش وهي إحسان بتقلعني هدومي وبتقلع هدومها. ووقفنا قصاد بعض عريانين جوه الأوضة الصغيرة، وما قدرتش أقاومها أو أبعدها عني. ما قدرتش أقول لها لأ كالعادة، ما قدرتش أقول لها لأ أبدا أبدا. بعد اللي بيحصل بيني وبين إحسان بلاقي نفسي بكره نفسي كل يوم عن التاني، وبكره إحسان، ست خاينة قذرة مش قادر أبعدها عني. بتهددني بالسجن كل يوم والتاني بالأوراق المزورة اللي بتقول إني دكتور وأنا مش دكتور ولا حاجة، أنا مش كده أبدا. إحسان بقت زي الأخطبوط اللي بيكتفني من كل ناحية، بقت زي التعبان اللي بيبخ سمه جوايا كل يوم والتاني. الأيام بتمر يوم ورا التاني ومش عارف أعمل إيه. أنا لسه برضو خاضع ذليل لإحسان. الأسبوع هيعدي زي كل مرة وهلاقي نفسي بسلم نفسي لإحسان كالعادة بكل ضعف وتواضع، وخليها تعمل فيا اللي هي عاوزاه. والنهاردة صحيت كالعادة. النهاردة مر أسبوع بحاله على اللي حصل بيني وبينها. والنهاردة الميعاد اللي بيتكرر بيني وبين إحسان، اللي بسلمها نفسي وببيع لها جسمي وبمتعها بيا وبشبابي. الميعاد اللي بكره فيه نفسي وبخون الراجل الطيب الدكتور محجوب جوزها معاها، وهي بتعمل كده بكل برود ولا في دماغها. عشان كده النهاردة أنا صحيت بدري، لبست هدومي وحطيت برفان ومشيت في طريقي بسلم على الناس. وصلت الصيدلية وصلت بدري على غير العادة، ولقيت قدامي مدام إحسان قاعدة ورا المكتب ومحضرة قدامها الحقنة والسرنجة. برقت إحسان لما شافتني، بصت لي باستغراب وعلى شفايفها ابتسامة كبيرة وقالت لي: جرى إيه؟ مش عوايدك يعني تيجي بدري كده؟ هزيت دماغي، بصيت ناحية ممدوح اللي فضل يجمع حاجاته عشان يمشي، وميلت على إحسان. بصيت في عينيها وقلت لها بصوت واطي: أصلا أنا عارف إنك مستنياني النهاردة، وإنتي وحشاني قوي النهاردة. وبرقت إحسان، الفرحة ملت عينيها ووشها وكل ملامحها. ولقيت نفسي ببص لممدوح وبقول له من نفسي: روح انت يا ممدوح، روح. ومشي ممدوح من غير كلام، ومن غير كلام قفلت باب الصيدلية وراه. رجعت ناحية إحسان، مسكت ايديها وقفتها على رجليها وهي بتبص لي باستغراب، وقلت لها: يلا بينا، انا مستعجل قوي النهارده، انتي وحشاني قوي. واترعشت إحسان، الاستغراب كان مالي عينيها ووشها. مسكت الحقنة بايديا وشدتها من ايديها ودخلنا ورا الستارة. بصت لي إحسان باستغراب، حضنتني بايديها وضمتني في حضنها الطري وقالت: هو انت ايه حكايتك النهارده؟ بصت لها وقلت لها: خدي الحقنة الاول وبعدين نعمل اللي احنا عاوزينه، الدنيا ما طارتش. وفعلا ومن غير كلام عطتني إحسان ظهرها، ميلت لقدام، رفعت هدومها لفوق وكشفت نصها التحتاني، وطلعت السرنجة واتدلعت إحسان وهي بتهز نصها التحتاني العريان قدام عينيا وبتقول: بالراحة عليا يا أشرف. هزيت دماغي من غير كلام ودق قلبي بعنف. حسيت بالخوف وانا بمد ايديا في جيبي وبطلع حقنة تانية غير الحقنة اللي بتاخدها إحسان كل مرة. مليت السرنجة من الحقنة وغرستها في لحم إحسان بكل قوة، وشهقت إحسان من الألم. اتعدلت بسرعة
نزلت هدومها وقالت وهي بتتألم: يوه وجعتني قوي النهارده يا أشرف. وما تكلمناش، سبتها تقرب مني، مدت ايديها تفك زراير هدومي وقالت: قولي بصراحة، وحشتك ولا بتكدب عليا؟ ضحكت في وشها، بصيت في الأرض وما اتكلمتش. وابتدت إحسان تقلع هدومها حتة ورا التانية، وقربت مني، اتفردت بجسمها العريان، حطت ايديها حوالين رقبتي. كنت واقف مستسلم قدامها ما بتكلمش، وفجأة حطت إحسان ايديها على دماغها، اتسندت عليا، فقدت توازنها وكانت هتقع، وبصت لي وقالت: ايه ده؟ هو ايه اللي جرالي؟ انا تعبانة كده ليه؟ انا دايخة وعينيا مزغللة. سندتها بين ايديا، ابتسمت لها وقلت لها بكل برود وانا ببص في عينيها: ما تقلقيش، ده تأثير الحقنة اللي انا عطيتها لك. انا ما عطيتلكيش حقنة الفيتامين زي كل مرة، انا عطيتلك حقنة سم السيانيد اللي هيموتك ويقضي عليك خلال دقايق. وبرقت إحسان، اتعلقت فيا بصوابعها وضوافرها، وشها كان بيصفر وعينيها بتبحلق وبتترعش، وترعشت شفايفها وقالت: قتلتني يا أشرف، قتلتني. وهزت دماغي وانا شايف وشها بيزرق كل شوية عن التاني. سبتها تقع من ايديا على الارض وهي بتفرفر زي الفرخة المدبوحة، وبصيت لها وقلت لها: ايوه قتلتك واتخلصت منك ومن قرفك ومن خيانتك. وبرقت إحسان، اتهز كل كيانها، اترعشت فوق الارض وجحظت عينيها، وابتدت روحها تفارق جسمها. ووقفت زي المارد قدام منها وانا شايفها بتتألم قدامي، بتموت وبتفارق الحياة. وقلت لها بكل برود: الوداع يا مدام إحسان، الوداع. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.